بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ماتش اليوم على قناتكم ماتش اليوم. طبعا الماتش اللي المفروض إن احنا بنتكلم عليه كان المفروض الزمالك والمصري، وإن الزمالك بدون المساعدات وإنه يعتمد على نفسه معرفش يتجاوز المصري، مع إني أنا شايف إن المصري لو كان ثبت وصابر شوية أو داس شوية كان كسب، وكسب بفرق كبير على الزمالك. ولكن طريقة كل لعب مدير فني واللي بيحطه واللي بيشكله في الفرقة. لكن أنا اللي شفته من الزمالك إنه كل اللي هو عايزه إنه يكسب بدون وجه حق، خد على كده. وده شفناه من دونجا، اللاعب اللي كان بيلعب مصارعة ما كانش بيلعب كورة، لدرجة إنه دخل على لاعب من المصري كان ممكن يقعده في البيت. اللعبة دي خطيرة جدا، ومع ذلك دونجا طول الماتش ما خدش ولا انذار. وده سبب من الأسباب اللي بتعرفك إن لازم داعم للزمالك عشان يكسب ماتشاته. ما كانش التحكيم، يبقى الإعلام. ما كانش الإعلام، يبقى لجنة الانضباط واتحاد الكورة واقف جنب منه وبيسانده وبيحط على أي طريق ممكن يطلع بيه التاني أو التالت. ولكن الزمالك للأسف بإدارته الحالية لا عارف يطلع قدام ولا يرجع لورا، لأنه ما خدش على إنه يعتمد على نفسه، ما خدش إنه عايز فوز غير مستحق، ده اللي هو عايزه. عايز مكسب بأي شكل كان، المهم إنه يطلع من المباراة كسبان. والتجاهل الشديد لعرق ولعب الفرقة اللي قدامه. المصري لو كان قرص شوية كان كسب، وكسب بفرق كبير. ولكن للأسف أنيس بوجلبان بطريقة لعبه مع المصري مخلي الريتم بطيء نوعا ما. كان المصري مع علي ماهر كان له شكل هجومي فعال. ولكن هنيجي للب الموضوع. لب الموضوع ان الاعلام الزملكاوي كله بيتكلم على ان الاهلي باصص للزمالك. ليه؟ طب الاهلي هيبص للزمالك ليه؟ الاهلي ممكن يبص لاي فرقه ممكن بتتقدم قدام، ممكن بتحصل على بطولات، ممكن بتبقى حاجه الاهلي يبص لها انه يعمل زيها. لكن انت ما انتش عارف تعمل زي الاهلي في حاجه. مين اللي بيبص التاني؟ مين اللي حاطط الاهلي قدامه على طول؟ انا نفسي تشيل الاهلي من دماغك هتكسب. احنا وصلنا يا جماعه ان الزمالك وجمهور الزمالك بقى بيشجع اي فرقه قدام الاهلي، لدرجه ان الجمهور الان بقى بيشجع بيراميدز وساب الزمالك. وده ادارته الحاليه او اداره الزمالك الحاليه هي اللي وصلت النادي لكده. وصلت جمهوره انه يبص لفرقه منافسه للاهلي ويشجعها بكل ما ايته من قوه، ونسى الزمالك. نسى الزمالك ان ممكن في هفوه من الماتشات اللي باقيه ما يلعبش حتى كونفدراليه. نسى ان مفيش صفقات، مفيش لعيبه. ما تجيش تقول لي يا عيني الاهلي على لعيبه الزمالك. للاسف الشديد انت بتبص، لو انت عارف تجدد للاعب كان قاعد عندك، لكن انت ما انتش عارف تجدد له. ما تجيش برضك وتقول ليه الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ بطولاته اللي بيكسبها، العملات الصعبه اللي بيكسبها من البطولات اللي بيجيبها، الرعايه اللي بياخدها، في ايه؟ لكن انت بتصرف مليارات، وخدت قروض من البنوك ب 300 مليون دولار، وانت ما بتاخدش بطولة واحدة. انا افتكر ان الزمالك ما دخلش دوري ابطال افريقيا او نافس فيها من 24 سنة او 23 سنة. يعني معنى كده ان الطفل اللي كان عنده 10 سنين النهارده عنده 34 سنة، وحظه انه شجع الزمالك اللي ما دخلش دوري ابطال افريقيا. ليه بقى جمهوره ما بيقولش للإدارة فين ده كله؟ لا بالعكس باصص للأهلي.
وطول ما انت حاطط الاهلي قدامك مش هتروح ولا تيجي. الاهلي رغم الخسارة من سان داونز على ارضنا هنا، رغم الخسارة والكل حزين، الا ان هو ما بيعمل في استطاعته على انه يرضي جمهوره، وفاز فعلا بالمباراة الاخيرة. اما انت طالع من كونفدرالية على فرقة انهي معرفش الفرق دي الا لما الزمالك بيلعب في الكونفدرالية. انا معرفش الفرقة دي اصلا، سمبلوبوش ولا مبلوبوش. انت بتجيب فرق وبتلاعب فرق احنا ما نعرفش عنها شيء في الكونفدرالية. وفي نفس الوقت بتبص للكونفدرالية على انها بطولة يعني بتتساوى مع دوري ابطال افريقيا. انت عودت جمهورك على كده، عودت الجمهور على كده كإدارة، ودايما ألوم الجمهور فإنه سايب إدارته يحدفوا في مشاكل بعيدة جدا عن المشاكل الأساسية للنادي. النهاردة لما تيجي تقول ده خد إمام، ده خد زيزو، ده خد، مش كده، ما تبقاش كده. تبقى الراجل عايز يجدد لكم، عايز مبلغ مالي معين انت ما انتش عارف تدفعه له. يا راجل ده انت القيد اتقفل عندك بسبب الديون اللي عليك، فبترجع وبتتكلم وبتقول الاهلي خد اللاعب. انا عرضت على اللاعب واللاعب قال انا جاي الاهلي، وجه الاهلي. انا ما خدتوش منك عنوة، انت اللي معرفتش تجدد له، انت اللي معرفتش تديله، واتدبست في الونش ب 80 مليون جنيه. ايه العقلية دي جاية منين؟ العقلية بتاعت الإدارة جاية منين؟ إدارة بتتبع إن إزاي أفشل الأهلي. كل اللي بيعمله إنه بيحارب الأهلي وبيقف في طريقه، بدليل إن هو كل اللي كان عايزه مجلس إدارة نادي الزمالك إن زيزو ما لعبش مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وكان نفسه ومن عينه إن القيد يتقفل قبل كأس العالم للأندية. وللأسف جه نقبوا على شونا. الفيفا ادى التصريح للأندية المشاركة في كأس العالم بأنها تضم اللعيبة اللي هي عايزاها وتتعاقد معاها، وفتحت لها القيد. يعني حتى انت بتتآمر وبتلف على ان اللاعب ما يلعبش مع الاهلي في كأس العالم، هيلعب برضه في كأس العالم. فانت كل مشكلتك الاهلي، انت كل مشكلتك الاهلي. آه، ازاي يروح كاس عالم، وازاي ياخد لعيب، وازاي ياخد بطولات. ما فكرتش في بيراميدز اللي خد مكانك حرفيا، بل خد جمهورك، اللي المفروض ان كان الزمالك في الوقت الاخير ده ملوش غير جمهور. حاليا احنا شايفين مجلس اداره الزمالك كلها مشاكل ومع بعض، ولكن برضك بتحدف الجمهور للاهلي. الاهلي هيفضل مكمل في طريقه. وعلى الصعيد الاخر من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي رشح ماركو روزا بكل قوه يبقى المدير الفني للنادي الاهلي. ولو الاهلي جاب ماركو روزا مدير فني للنادي، اعتقد ان هو كده حط رجله على المستوى الصحيح لفرقة تلعب في كأس عالم للأندية. راجل ألماني بيدير الكرة بحرفية شديدة، مش هيبقى عنده جمايل في شيء، هيبقى عنده خطط هجومية اللي احنا افتقدناها مع كولر بقالنا فترة، وعودنا على الطريقة الدفاعية لدرجة إن أندية الدوري بقت تطمع في النادي الأهلي بسبب الدفاع المستميت للنادي الأهلي. فأعتقد إن الشكل بان مع عماد حتى النحاس
كابتن عماد النحاس لما أدار المباراة أدارها بطريقة، يمكن مباراة واتنين هتبص تلاقي شكل النادي الأهلي الهجومي اللي احنا واخدين عليه إن دايما بيحب الانتصار ويحب إنه يطلع بانتصار دايما من كل مباراة. ده أولا وأخيرا لفرحة الجماهير. ثانيا إن ده عارف إن ما بيحبش يرجع لورا، دايما حابب إنه يبص قدام. أعتقد إن لو المدير الفني الألماني ماركو روزا جه، أظن نقلة كبيرة جدا 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 للفرقة والنادي الأهلي عموما. أظن بهنا يا جماعة أكون انتهيت من ماتش اليوم. وإن كنت وصلت معايا للفيديو في آخر الفيديو يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة ليوصلك كل جديد، وأشوفكم بخير إن شاء الله. سلام عليكم.